في كتاب سليم قال فقال في كتاب سليم قال فأدخل قنفذ يده يريد فتح الباب، يروم فتح الباب، فأخذت فاطمة بعضادتي الباب تمنعهم من فتحه، وقالت ناشدتكم بالله وبأبي رسول الله أن تكفوا عنا وتنصرفوا. قال فدعا عمر بالنار وأحرق الباب عليها، فأخذت النار في الخشب ودخل الدخان إلى البيت، فدفع عمر الباب برجله فكسره مع الأوغاد، وكانت الزهراء خلف الباب تصيح، فألجأها اللعين إلى عضادة الباب وعصرها بين الباب والحائط عصرة شديدة قاسية حتى كادت روحها أن تخرج، فكسر ضلعا من أضلاعها، ونبت مسمار الباب في صدرها فنبع منه الدم، ثم لطم عمر خدها حتى احمرت عينها وانقطع قرطها وتناثر إلى الأرض، ثم رفسها رفسة، ثم رفع السيف وهو في غمده فوجأ به جنينها، ورفع الصوت فضرب به ذراعها، ثم ضربها بالصوت على يديها حتى التوت وصارت كالدمج الأسود. هذا المصدر في بحار الأنوار. ثم جعل يضرب على كتفيها، فرأى المغيرة بن شعبة فلطمها لطمة أخرى حتى أدماها، ثم سل خالد بن الوليد سيفا ليضربها به، ثم لكزها قنفذ بنعل السيف، ثم ضربها بالصوت مرة أخرى على ظهرها وجنبها حتى أنهكها، ثم رفس عمر بطنها حتى أسقطت أرضا والنار تسعر وجهها وجسدها، فأسقط جنينها المحسن، وصرخت صرخة جعلت أعلى المدينة أسفلها، وصاحت يا أبتاه يا رسول الله أهكذا يصنع بحبيبتك وابنتك؟ يا فض إليك خذيني، فقد والله قتل اللعين ما في أحشائي،